عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب أولى إعدادي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة بإذن الله. النهاردة عاملين مراجعة على الوحدة الأولى عندنا، هنحل من كتاب المعاصر، هنحل الأسئلة اللي هي نموذج من كتاب برضو المدرسة اللي هو على الوحدة الأولى عشان نكون في الأمان، وغير كده برضو هنحل كمان امتحان شامل على الوحدة الأولى من أفكار كتاب المعاصر. فيديو هيكون لذيذ وجميل جدا، هيبقى فيه حل وهيلم الدنيا. الوحدة اصلا سهلة ما فيهاش اي حاجة، فبسم الله الرحمن الرحيم نبدأ ونشوف المراجعة بتاعتنا هتمشي ازاي. ما تنساش اللايك في القناة واشترك عشان يوصلك كل جديد، وفعل زر الجرس عشان يجيلك كل فيديو ما يتأخرش عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الاول بيقول ايه؟ اذا كان عدد سكان العالم حوالي 8 مليار نسمة. عارفين طبعا ان 8 مليار نسمة هيكون 8 قدامها كام صفر؟ المليار اللي هو 9 اصفار، ادي صفر، ادي التاني، ادي التالت، ادي الرابع، 5 6 7 8 ادي التاسع. حلو قوي. ما الصيغه العلميه لعدد السكان العالم؟ هو الصيغه العلميه اتفقنا الصيغه العلميه دايما بتكون اكبر من او بتساوي الواحد واقل من او بتساوي 10، فلازم انا احط بوينت هنا عشان اخلي الرقم اقل من 10. احط البوينت هنا، ما هو هنا هيكون 80، هنا لازم انا احط بوينت كده في الحته اللي هي دي عشان تبقى 8 في حاجه. طيب هي لو اصلا عايز انقل البوينت مكانها الجديد يكون هنا، طب هو البوينت كان فين الاول؟ ما هو لو مفيش بنعتبرها بوينت وزيرو هنا بنضيفهم احنا زياده، فالبوينت اهي اتحركت كام خطوه؟ ادي خطوه 2 3 4 5 6 7 8 9. يبقى الإجابة المفروض 8 هنضربها في 10 أس حاجة. 10 أس حاجة كام حركة؟ يعني 9. طب يمين ولا شمال؟ أنا اتحركت شمال، كانت الأصل هنا والمفروض أحطها هنا، فأنا رحت هنا فاتحركت شمال. شمال يعني موجب زي ما اتعودنا في الفيديوهات، فالقص هيكون موجب، فالإجابة هتبقى رقم ب 8 في 10 أس 9. السؤال التاني بيقول أي مما ياتي يساوي 2 إكس أس سالب 1. اتفقنا قبل كده عشان نخلص من الأس السالب بنقلب البسط مكان المقام، يعني الاتنين زي ما هي وعلامة في اهي، ادي الاتنين وادي علامة في. طيب هي الاكس اس سالب 1 مش اصلا اكس اس سالب 1 على الواحد في المقام؟ طب لما اشقلبها يبقى الواحد فوق والاكس اس سالب 1 المفروض تنزل تحت، بس هتنزل اكس اس 1 يعني اس موجب، ما هي اكس اس 1 اللي هي اكس، فنزلتها في المقام فخليتها موجب. نضرب عادي في البسط، المفروض عندنا 2 في تتضرب في 1 ب2. طب تحت ما هي الاتنين دي مقامها 1، يبقى 1 في اكس باكس، فضرب عادي 2 في 1 ب2 و1 في اكس باكس، يبقى الاجابه 2 على ايه؟ على اكس. السؤال اللي بعده بيقول ايه؟ بيقول اي مما ياتي يساوي الكلام ده. طيب انا اول حاجه لازم اظبط اللي جوه الجذر، وبعدين اخد الجذر لما الرقم يتظبط. سالب 8 اس 2 يعني سالب 8 في سالب 8 ب 64. نعمل الجذر التكعيبي على الآلة الحاسبة. الجذر التكعيبي ل 64 تطلع الناتج في الاخر 4. الاجابه رقم د. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي اي مما ياتي يساوي ايه؟ 9 اكس اس 2. طيب اي مما ياتي يساوي 9 اكس اس 2. عرفنا ان الجذر التربيعي بيطير نص الاس، فهو العدد 9 الجذر التربيعي ليه عارفين ان هو 3. حلو، يبقى هنكتب 3. طب الاكس اس 2 الجذر التربيعي بيطير نص الاس، طب اس 2 اكس اسها 2 وهطير نص الاس يعني نص الاتنين 1، فتبقى اكس اس 1 اللي هي اصلا ايه؟ اكس. وقال لك في الجذر التربيعي لازم ان القيمه بنحطها جوه قيمة مطلقة بالمنظر ده عشان نضمن ان هي موجبة، فالإجابة هتبقى رقم د. طب السؤال اللي بعده بيقول إذا كان 4 و6 في 10 أس n بيساوي الرقم ده، يا ترى n بيساوي كام؟ مين n دي اللي هي هتبقى 10 أس كام؟ هي العلامة كانت هنا ومشينا كده عشان هي كانت هنا راحت بين الأربعة والستة زي ما هو كتبها، يعني اتحركنا يمين، بدل ما اتحركت يمين يبقى سالب. اتحركت كام حركة؟ حركة 2 3 4 5، يبقى ان كانت المفروض ال10 تبقى أس سالب 5. السؤال اللي بعده مسألة سهلة، جذر ال16 اهو. جذر ال16 المفروض كام؟ 4. طيب
ناقص الجذر التكعيبي لسالب 27. ما هو الجذر التكعيبي لسالب 27 نعملها على الآلة عادي تطلع بسالب 3. حلو قوي. فتبقى 4 المفروض ناقص سالب 3، يعني كأنها 4 زائد 3 تطلع بكام في الآخر؟ تطلع ب7. دي الإجابة بتاعتنا. السؤال اللي بعده عبارة عن معادلة عادي، يبقى المفروض عندي تبقى x أس 3 هيساوي، المفروض دي x أس 3 بس نعدلها عشان شكلها مش مظبوط. كنسل، نعدل دي عشان تطلع مظبوطة. تبقى المفروض x أس 3 المفروض بيساوي 12، وهنودي ال4 الناحية التانية بعكس الإشارة، تروح الناحية التانية كانت بالموجب بقت بالسالب، تبقى 12 ناقص 4. 12 ناقص 4 بيساوي كام؟ بيساوي 8. حلو. أنا عايز x، أنا عندي أس 3. أس 3 اللي بيضيروا الجذر التكعيبي، فهناخد الجذر التكعيبي هنا والجذر التكعيبي كمان هنا، فالجذر التكعيبي ل8 كام؟ الإجابة هتبقى 2. سؤال 8 بيقول إذا كان 3 أس 4 زائد 3 أس 4 زائد 3 أس 4 بيساوي 3 أس n. هنحسب المقدار ده على الآلة الحاسبة، هيطلع نعملها نحلها بالآلة عشان السؤال سهل. 3 أس 4 تطلع بكام؟ 3 أس 4 مضروبة في مجموعة نفسها 3 مرات. طيب الناتج هيطلع 243. ممكن نقعد نجرب في الآلة، يا ترى 3 أس كام هيساوي 243؟ هتطلع في الآخر قلنا أس كام؟ 5. تبقى 3 أس 5. السؤال اللي بعده سؤال مقالي. طيب السؤال المقالي ده سهل جدا ومفيهوش أي حاجة، بس عايز واحد مركز يقرا السؤال عدل يستفاد من كل كلمة بتتقال في السؤال. طيب السؤال بيقول ايه؟ بيقول لي ان انا عندي مساحة المربع او مساحة مربع تساوي مساحة مثلث. حلو قوي. مساحة مثلث بيقول لك طول قاعدة المثلث ده 9 سم وارتفاعه 8 سم، يوجد طول ضلع المربع. طب ما انا هو بيقول لي مساحه المربع، انا لو عرفتها هعرف اجيب طول الضلع. طب اجيب مساحه المربع ازاي؟ ما هو في السؤال قال ان مساحه المربع هي نفس مساحه المثلث. طب ما انا احسب مساحه المثلث وهي هتبقى نفس مساحه المربع. مساحه المثلث بيساوي نص القاعده في الارتفاع. طبعا في المساله لو جات لك مقالب تكتب القانون عشان تاخد عليه درجه، انا بقوله عشان وقت الفيديو ما يكونش طويل عليك ونقدر نحل اكتر كم ممكن، عشان برضو المكان عندنا هنا قليل على طول. تبقى نص فيه القاعدة كام؟ القاعدة بيقول لي ب9، يبقى نص في 9 في الارتفاع بكام؟ ب8. حلو. يبقى تطلع في الاخر بكام؟ تطلع ب36 سنتيمتر مربع. طيب 36 سنتي مربع. يبقى كده انا عندي مساحة المربع هي 36، لانه قال لي الاثنين نفس المساحة. هي مساحة المربع مش بيساوي طول الضلع في نفسه. طب ما هو طول الضلع في نفسه، نفرض ان مثلا طول الضلع هو انا عايزه، تيجي نفرضه باكس. طب ما هو طول الضلع في نفسه، لو قلت طول الضلع اكس هضربه في نفسه يبقى اكس في اكس باكس اس 2، يبقى على طول الضلع في نفسه اللي هو اكس اس كام؟ اس 2. عايز اجيب قيمة الاكس، هاخد الجذر التربيعي لل 36. الجذر التربيعي كده هنا والجذر التربيعي هنا. تقول لي موجب او سالب 6، اقول لك ما ينفعش. موجب سالب 6 اقول لك ما ينفعش طول يكون بالسالب، فهناخد الموجب بس. اللي طول عمرها ما كانت سالبه، لان احنا بنطول لفوق مش بننزل تحت الارض يا ذكي. فاكس هتكون عندنا بكام؟ ب6 سم، واكس ده هو طول الضلع اللي هو كان عايزه. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي اختصر لابسط صوره. اسئله الاختصار دي بتكون سهله جدا وما فيهاش اي حاجه، نمسح عشان نختصر، ومسألة جاية مباشرة جدا وما فيهاش حاجة خالص. طيب هختصر ازاي يا مستر يوسف؟ هفتح اعمل شرط الكسر زي ما هو عامل. الاساس كل واحد فوق في البسط A و A و A، خلاص نزل A واحدة. طيب اجمع الاسس في حالة الضرب. عندنا حالة الضرب يبقى 7 زائد 8 زائد 2 تطلع ب17. حلو. يبقى فوق A أس 17. طب المقام تحت برضو A في A في A، هننزل ال A نجمع الأسس عشان ده ضرب. 3 زائد 5 زائد 3 زائد 5 زائد 9 زائد 5 تطلع برضه ب17. طب ما هي أس 17 على أس 17، ما أي حاجة على نفسها الناتج بيطلع في الآخر كام؟ بيطلع
1. السؤال اللي بعده بيقول برضو اختصر لأبسط صورة، وسؤال برضو سهل. الجذر التربيعي، نعمل شرطة كسر عشان بسط ومقام. 81 جذرها التربيعي 9، 49 الجذر التربيعي بتاعها 7. طيب مظبوط. زائد 3 على 4 أس 0. أي حاجة أس 0 ب1، ف3 على 4 أس 0 الناتج يبقى 1. زائد جذر التكعيب 125 على 343. والله العظيم مش عارف يمسك الآلة. اعمل، عايز تعمل علامة الجذر التربيعي، شيفت جذر تربيعي واعمل علامة الكسر. اكتب فوق 125 واكتب تحت 343، يطلع الناتج بكام؟ ب5 على 7. فهنكتب 5 على 7. نحسب المقدار ده عادي بالآلة. 5 على 7 زائد 1 زائد 9 على 7 غالبا هتطلع ب3. فعلا طلعت بكام؟ الناتج عندي ده كده هيساوي 3. نخش نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي اكتب ناتج ما يلي بالصيغه العلميه. طيب الصيغه العلميه قلت لك الجمع زي الطرح وطريقه الضرب عامله زي القسمه. طب في الصيغه العلميه هنا طرح، هنعمل ايه؟ دايما بمسك القص الكبير بحاول انزله للقص الصغير. طب والقص الصغير في القوس الثاني البدم قص صغير، فالقوس بينزل زي ما هو. يعني الكلام ده فين القص الصغير؟ 10 أس 9 ولا 8؟ لا اكيد 10 أس 8، فالقوس بتاعه هينزل زي ما هو، يبقى 8.5 في 10 أس 8. طيب وعلامة الناقص اللي في السؤال هننزلها زي ما هي، اتبقى نكتب اللي في القوس الأول. بنحط علامة فيه زي ما هي كانت 10 أس 9 صح؟ أنا هحاول أنزلها ل 10 أس 8 عشان يبقى زي بعض، بنزلهم لأصغر قوس. طب يا مستر ما كده في 1 ناقص، أنت من 9 حولتها ل 8 فكده في فرق 1. فرق 1 ده هتوديه فين؟ هقول لك هنوديه في العدد اللي جنب القوس الكبير اللي هو 5.2. هنوديه ازاي؟ مش هي من 9 ل 8 حاجة واحدة، يعني حركة واحدة، يعني هحرك العلامة مرة واحدة تجاه الايه؟ اليمين دايما. فال5.2 هحرك العلامة اتجاه اليمين، العلامة تيجي بعد الاثنين. طب ما هو بعد الاثنين العلامة على اليمين يعني مش بعدها اعداد، يعني ملهاش لازمة، يعني كأنها اتحولت بقت كام؟ 52 على طول كده. حلو قوي. طيب ايه اللي انا ملاحظه؟ انا ملاحظ ان انا ممكن اخد ال10 أس 8 عامل مشترك لانها موجودة في القوسين. خدت ال10 أس 8 هنا وهنا عامل مشترك وقمت فاتح قوس. خدتها من هنا اتبقى ال52 وهنزل علامة ناقص. خدتها من هنا اتبقى 8.5. طيب نجمع 52 و8.5 تطلع غالبا ب60.5. نتأكد 52، لا ده طرح، عفوا طرح مش جمع. 52 ناقص 8.5 تطلع ب43.5. حلو. 43.5 مضروب في مين؟ اللي هو اللي خدناه بره اللي هو في 10 أس كام؟ أس 8. طبعا الكل هيقول لي يا مستر احنا خلصنا. هقول لك لا، اوعى تغلط الغلطه دي. ليه؟ بيقول لك في السؤال اكتب بالصيغه العلميه. هي دي صيغه علميه؟ لا، ده ال 43 اكبر من ال10. طب اخليها اقل من ال10 ازاي؟ ان احرك العلامه هنا، فلازم انا اخليها بين ال3 و4 عشان تبقى اقل من ال10 تبقى 4.35. طب هي هنا هحركها، هنا حركتها حركه واحده اتجاه الشمال. طيب يعني هنزلها 4.35 والتكمله اللي هي في 10 أس 8 دي تنزل، دي ملهاش دعوه في 10 أس حاجه اللي انا لسه هحطها، لا ده بقى السؤال بينزل. طب الجزء اللي انا بضيفه في الاخر هتبقى في 10 أس كام؟ في 10 أس 10 اهي أس كام؟ انا اتحركت حركه واحده اتجاه الشمال، يعني موجب 1 اللي هي 10. طيب لما اجي اكمل بقى 10 أس 8 في 10، ما هو في حاله الضرب بنجمع الاسس، ف8 زائد 1 9، فعلى طول كانها الرقم 4.35 في 10 أس كام؟ أس 9. ده كده كان أول امتحان عندنا، وده كده أول امتحان نخلصه. نخش على الامتحان التاني. الأولاني ده طبعا اللي هو كان نازل تبع كتاب المدرسة. طبعا النموذج التاني بقى اللي هو من كتاب المعاصر أكيد مش هيجيب حاجة من بره بس زيادة تمارين.
بيقول لي برضو اختار الإجابة الصحيحة. سؤال سهل جدا، الاختياري كله سهل. الوحدة دي جميلة جدا ما فيهاش أي حاجة، بس أهم حاجة المذاكرة تكون أول بأول. أي مما يأتي يساوي سالب 3 أس 2. ما هي سالب 3 أس 2 معناها سالب 3 مضروبة في سالب 3. سالب في سالب بموجب، و3 في 3 على طول بكام؟ ب9. طب السؤال اللي بعده بيقول أي مما يأتي يساوي المنظر ده في سالب فالإجابة دي ما تنفعش والإجابة دي ما تنفعش، لأن هو سالب في المسألة أنت هتجيبها لي موجب إزاي؟ فيا إما دي يا إما دي. هو أنت عايز أحولها لصيغة علمية، هي البوينت هنا فأنا هتحرك يمين. يمين يعني الإشارة تكون سالبة، فغصب عني أنا هتحرك هنا. البوينت كانت هنا، عايز أخليها بين الاتنين والخمسة، هنا هتحرك 1 2 3 4، فتبقى سالب 2.5 في 10 أس سالب 4. السؤال اللي بعده المعكوس الضربي للعدد. لما يقولك معكوس ضربي ويديك عدد، روح احسب العدد، ولما تحسبه روح هات المعكوس. واحنا عارفين المعكوس الضربي ان احنا بنشقلب البسط والمقام، البسط بدل المقام والمقام بدل البسط، يعني اللي فوق تحت ونطلع اللي تحت نخليه فوق. طب يا ترى دي هتبقى بكام الاول؟ ما هو الجذر التكعيبي ل 8 2، والجذر التكعيبي ل 27 3. المعكوس الضربي هنقلب بدل 2 على 3 هنخليها 3 على الاتنين عشان تبقى المعكوس الضربي للعدد اللي هو ده. السؤال اللي بعده نص العدد 2 أس إكس. نص العدد يعني نص مضروب في العدد، يعني المفروض نص تنزل اهي في 2 أس إكس. طيب ادي ال 2 أس إكس اهي. طب بيساوي نضرب 1 في 2 أس إكس ب2 أس إكس. حلو. المقام تحت الاتنين دي كأنها كده على الواحد، فاتنين في 1 هيساوي على طول كام؟ 2. في حالة القسمة بنطرح الأسس، الاتنين فوق أس إكس الاتنين تحت أس 1، فيبقى الإجابة 2 أس إكس ناقص 1، عشان في حالة القسمة بنطرح الأسس، فوق كان أس إكس وتحت كان أس 1، فطرحنا الإكس ناقص 1. السؤال اللي بعده سؤال سهل جدا، هما عبارة عن إن أنا المفروض الإكسات أحسبها مع بعض والوايات كده هحسبها مع بعض، وفي حالة الضرب بنجمع الأسس. نمسك الإكس، سالب 2 زائد سالب 2 سالب 4 زائد سالب 3 تبقى سالب 7، يبقى إكس عندي كده عرفت إن هي أس سالب 7. طب في واي هتبقى كام؟ 3 زائد سالب 3 0، 0 زائد 1 1، يعني كأنها واي أس 1 اللي هي واي، فالإجابة تبقى إكس أس سالب 7 مضروبة في مين؟ مضروبة في واي. أي مما يأتي هو الأكبر. طيب هو الأكبر أكيد السالب بره، اتبقى 4.7 و7.2، اكيد ال 4.6 اصغر من 7، فهي دي يا دي. طيب هنا 7.2 مضروب في 10 سالب 5، وهنا 10 سالب 3. عايز اقول حاجه، طول ما العدد اتضرب في اس سالب اكبر طول ما هو اصغر، ولو قصه السالب صغير يبقى هو الكبير. مش انت القص عندي سالب بعكس اللي انا فاهمه، الكبير صغير والصغير كبير. طب مش انت عايز الاكبر؟ روح دور على القص السالب الاصغر، سالب 3 ولا سالب 5. احنا عارفين ان سالب 3 يعتبر هو الاكبر بالمنظر ده. السؤال اللي بعده، يا ترى هنا هيساوي كام هنا؟ طب عشان اجيب لازم احسب ده الاول، فهنا الناتج هيكون اكس. في الجذر التكعيبي بقسم اللي جوه على اللي بره لو مديني رمز، يعني 12 اللي جوه على ال3 اللي بره. 12 على ال3 فيها كام؟ فيها ال4، فدي اكس اس 4. فيا ترى الجذر التربيعي الكام؟ الناتج هيطلع اكس اس 4. والله عارف ان الجذر التربيعي بيطير نص الاس، فلازم حاجه يكون جوه ضعف ال4، وليكن اكس اس 8، عشان لما احطها تحت الجذر واحسبها الناتج في الاخر يطلع اكس اس 4. السؤال اللي بعده بيقول اذا كان اكس اس 3 بيساوي سالب 1 فما قيمه اكس؟ عشان اطير اس 3 لازم احط جذر تكعيبي يمين وشمال. طب الجذر التكعيبي لسالب 1 هي نفس السالب 1. اخر سؤال في الاخطر عندنا عشان نخش على الاسئله الاخيره في المقالي، بيقول لي 745 في 10 اس سالب 9 بيساوي ك في 10 اس سالب 7، فما قيمه ك؟ ما قيمه ك يعني كانه مسك العدد ده حوله لصيغه علميه، يعني لازم البوينت تكون بين ال7 وال4 عشان تكون اقل من ايه؟ من 10. كأن هنا مفيش بوينت، فاتفقنا البوينت كأنها بعد ال5، فهتتحرك ادي حركه ادي
2 فتبقى بالوضع ده، وده سؤال تافه ومباشر. حتى لو بصيت على الاخطر الاولى ما تنفعش لانها اكبر من 10، دي اقل من الواحد ودي اقل من الواحد، فدي يعتبر اكبر من او بيساوي الواحد واقل من او بيساوي 10 محصورة في الجزء ده. نخش على اسئله المقالي، اسئله سهله ما فيهاش حاجه. نمسك دي هنحلها فوق هنا. بيقول لي 2 اكس اس 2 زائد 1 بيساوي 51، اوجد معادله الحل في زد. طب 2 كده المفروض ان 2 اكس اس 2 هيساوي المفروض 51. هنودي الواحد ده بعكس الاشاره، هو كان بموجب 1 هنخليه سالب 1. يبقى كده 2 اكس أس 2 هيساوي 50. طيب أنا عايز أخلص من الاتنين اللي جنب الإكس، اقسم عليها، اقسم على الاتنين هنا واقسم على الاتنين هنا. فكده إكس أس 2 بيساوي 50 على الاتنين اللي هي الكام؟ اللي هي 25. اللاب هيفصل. طيب لحظة واحدة. طيب كده رجع تاني لحسن يفصل ومجهودنا ده كله يكون ضاع، عامل زي الطالب اللي ذاكر وراح في الامتحان بص للورقة معرفش يحل، ده زي ده نفس الحسرة في الاخر. فنركز. 50 على الاتنين فيها الكام؟ فيها 25. طيب انا عايز اخلص من اس 2، هحط جذر تربيعي يمين وشمال. فالجذر التربيعي في المعادلات زي ما اتفقنا بيطلع قيمة موجبة او سالبة، يعني موجب او سالب 5. طيب انت عايز مجموعة الحل في زد، زد الاعداد السالبة والموجبة والصفر. طيب يبقى مجموعة الحل المفروض عندنا تبقى من قوس مجموعة كده واكتب 5 وسالب 5، لانهم الاثنين موجودين في الزد اللي هي مجموعة الاعداد الصحيحة. طيب ايه السؤال الثاني؟ كان بيقول 3 اكس اس 3 ناقص 7 بيساوي 2 اكس اس 3 زائد 20. ماشي، هنعمل ايه؟ اول حاجة جمع اكساتي في طرف واعدادي في طرف، نثبت الجزء الشمال للاكسات. ف3 اكس اس 3 اكس أس 3 تنزل زي ما هي. طب دي كانت موجب 2 اكس أس 3، تيجي الناحية التانية تروح بعكس الإشارة تبقى ناقص 2 اكس أس 3 بيساوي، هنثبت الطرف اليمين الأعداد، اليمين كان موجود فيه 20 تنزل زي ما هي، الشمال كان موجود فيه سالب 7 تروح بعكس الإشارة الناحية التانية تبقى موجب 7. وحل عادي. 3 اكس تكعيب ناقص 2 اكس تكعيب بإكس تكعيب. 20 زائد 7 بيساوي 27. ادي 7 مش عايزة تتكتب ليه مش عارف، شكل 27 زعلانة مننا النهاردة. ادي 27. طيب عشان اخلص من أس 3 باخد الجذر التكعيبي هنا، ادي الجذر التكعيبي هنا، وكمان بناخد الجذر التكعيبي هنا. طيب يبقى كده اكس الجذر التكعيبي ل 27 بيساوي كام؟ بيساوي 3. انت عايز مجموعة الحل، يبقى مجموعة الحل عندي بدل من 3 موجودة في الزد فمجموعة الحل بيساوي 3. طب لو مش موجودة فرضا في زد، يعني تلاقي لي كسر او اي كسر ما بينتميش لزد، يبقى ساعتها مجموعة الحل تبقى 5 طول ما هو ايه مش موجود. السؤال اللي بعده بيقول لي اختصر. طيب هنختصر في ابسط صورة، طبعا الاختصارات دي سهلة ولعبتنا ما فيهاش اي حاجة. هنختصر ازاي؟ ادي شرط الكسر اهي، هنثبت الواي فوق لانها متكررة ونجمع الأصوص عشان دي حل الضرب. يبقى سالب 7 زائد 3 يبقى سالب 3 زائد سالب 7 زائد 3 سالب 4 سالب 4 زائد 2، فالإجابة هتكون سالب 2. يبقى واي أس سالب 2، واي تحت سالب 4 وسالب 2 تبقى سالب 6. حلو، بقت حالة قسمة. في حالة القسمة بنجمع الأسس أو بنطرح الأسس عفوا. فدي واي سالب 2 زائد ناقص سالب 6، ما هو ناقص سالب 6 يعني كأنها زائد 6، فسالب 2 زائد 6 عفوا سالب 2 زائد 6 تطلع واي أس 4. السؤال اللي بعده اوجد ناتج ما يأتي بالصيغة العلمية. واحدة مسألة جمع وواحدة مسألة ضرب. طيب نحلهم واحدة واحدة، نفضلهم مكان فوق ونحلهم واحدة واحدة.
طبعا احنا عارفين ان حالة الجمع عاملة زي حالة الضرب، وان حالة الجمع عاملة زي الطرح، والضرب قريبة من القسمة بس يعني هي اسهل كمان، هم متشابهين في بعض الاجزاء لكن مختلفة في الاخر، لكن طريقة الجمع والطرح عاملين زي بعض. السؤال بيقول لي ايه؟ بيقول لي السؤال نمسح دي كمان بالمرة. ده ودانا فوق ليه؟ طيب لحظة واحدة، اللاب شكله زعلان مننا النهاردة مع اني والله ما عملت له حاجة. طيب يا عم اثبت بقى، بعد الفيديو هنتخانق انا واللاب باذن الله، خناقة كبيرة كده تلم علينا الناس باذن الله. ثبت الحمد لله، عارف ان انا هجيب ناس فخلاص ثبت. اذا كانت او اكتب بالصيغة العلمية الناتج ما يأتي. طب الجمع عامل زي الطرح، 10 أس 8 و10 أس 7. مين اللي بننزله زي ما هو؟ الأس الصغير. الأس الصغير اللي هو 6.3 بننزل القوس بتاعه عادي في 10 أس 7 وعلامة زائد اللي كانت في النص زي ما هي. طيب القوس التاني يا ترى هنكتب فيه ايه؟ هي المفروض عندي 10 أس 8 هحولها ل10 أس 7. طب الحركة انا كده اتحركت حركة عشان كان 8 بقى 7، فكده في حركة راحت. قلنا الحركة دي هنحرك بيها العلامة العشرية حركة واحدة، فكانت هنا تبقى ورا الاتنين فتبقى تتكتب 52. طيب هناخد 10 أس 7 عامل مشترك نفس بقى الطريقة خلاص، ونفتح قوس اتبقى 52 زائد خدنا من القوس التاني 10 أس 7 اتبقى 6.3. لأن الحالة ضرب، فالحالة الضرب أنا لو خدتها عامل مشترك بكتب العدد اللي جنبها. طيب نحسب 52 زائد 6.3، 52 زائد 6 يبقى 58.3. ادي 58.3 مضروب في 10 أس 7. حلو أوي. ما ننساش ان السؤال كان عايز صيغة علمية، فهضطر احرك العلامة تبقى بين 5 و8. الأذان طبعا بيدن، الله أكبر الله أعظم، تبقى 5.3 5.83 تبقى في 10 أس كام؟ المفروض انزل 10 أس 7. طب وانا اتحركت حركة واحدة شمال يعني 10 أس 1 كمان، في 10 أس 7 في 10 أس 1. في حالة الضرب بنجمع الأسس، ف7 زائد 1 على طول تبقى كام؟ تبقى 8. السؤال اللي بعده حالة الضرب سهلة جدا، وانا بحب مسائل الضرب لانها بتخلص بسرعة. حالة الضرب سهلة اوي، قالك بتعمل قوسين بينهم علامة فيه، وبتضرب العدد في العدد العادي و10 أس حاجة في 10 أس حاجة. يعني مش ده 6.4 هضربها في العدد اللي زي اللي هو 2.91. فالمفروض هنا نكتب 6.4 هكملها تحتها عشان مفيش مكان هنا، في 2.91 وهناك هضرب 10 أس سالب 3 في 10 أس سالب 5. 10 أس سالب 3 في 10 أس سالب 5، وابدأ اضرب مثلا احسب 6.4 في 2.9 تطلع ب18.56 من 100. طيب ادي 18 هنا .56 في حالة الضرب بنجمع الأسس، يبقى 10 أس سالب 3 زائد سالب 5 تبقى سالب كام؟ سالب 8. حلو أوي. هي صيغة علمية كده، لا دي 18 أكبر من 10، فالمفروض تبقى العلامة بين 1 و8 تبقى 1.856 في 10 بقى أس كام نعملها على طول. المفروض عندي 10 أس سالب 8. طب أنا هحط 10 أس كام عندي؟ ما هي العلامة كانت هنا اتحركت هنا، بقت حركة واحدة اتجاه الشمال يعني موجب، يعني 10 أس 1. فيبقى في حالة الضرب هجمع الأسس، كان عندي 10 أس سالب 8 هضربها في 10 أس 1 يعني سالب 8 زائد 1
تبقى -7. طيب السؤال اللي بعده كده خلصنا السؤالين دول. بيلعب على المكعب. مكعب حجمه، هو حجم المكعب ايه؟ والله حجم المكعب اس أس 3، حيث اس دي طول الحرف. اس كده أس 3 هيساوي كام؟ هيساوي 125. طيب اس أس 3 هو بيقول يوجد مساحته الجانبية والكلية. لازم عشان اوجد مساحة جانبية او كلية لازم نعرف طول الحرف بكام. طيب طول الحرف هيكون كام؟ هاخد طول الحرف اللي هو اس، فعشان احسب اس لازم ناخد الجذر التكعيبي هنا والجذر التكعيبي هنا. طول هيكون الاس كده عندي بيساوي، ادي الاس هي مش عايزه تتكتب، مش عارف برضو الاس زعلانه مننا ليه. ادي كده الاس هيساوي جذر 125 تبقى اس ب5، وعشان هي طول حرف فتبقى بالسنتي. طيب بقى المساحه الجانبيه عندي بتساوي 4 اس أس 2. ماشي. طيب عشان احسب المساحة الجانبية 4 اس أس 2 يعني 4 في اس اللي هي 5، فتبقى عندي 5 أس 2. احسبها على طول تطلع بأي رقم على الآلة مش هتفرق، المهم فهمنا الفكرة، وتبقى سنتيمتر ايه؟ مربع. طيب المساحة الكلية عبارة عن 6 اس أس 2 بيساوي، دي اس مش 5، دي 6 اس أس 2، فتبقى 6 في اس ب5 تبقى 5 أس كام؟ أس 2. حلو اوي، تطلع برضو برقم عادي ويبقى سنتيمتر ايه؟ مربع. نشوف السؤال اللي بعده. نمسح ده. بيقول لي إذا كان إكس بيساوي -2 وواي بيساوي 3 فأوجد قيمة العددية لكل من إكس أس واي. هي الإكس بكام؟ الإكس ب2 أس واي يعني -2 أس 3، يعني كأنها -2 في -2 3 مرات في -2 تطلع في الأخير بسالب كام؟ -8. طب سالب واي أس 3 ادي السالب نزل، هو الواي كانت بكام؟ كانت ب3 مديهاني، والقوس كده كان عليه أس كام؟ أس 3. ما هو -3 أس 3 يعني -3 مضروبة في نفسها 3 مرات تطلع الإجابة -27. إكس زائد واي كله أس 2، هي إكس بكام؟ ب3 زائد واي ما زائد -2 تبقى -2 على طول، الكل أس 2، يبقى المفروض الإجابة تطلع 3 ناقص 2 ب1، 1 أس 2، 1 أس أي حاجة بكام؟ ب1. اختصر لأبسط صورة. المفروض ال25 دي تبقى 5 و36 جذرها التربيع 6 زائد السالب ينزل 8 جذرها 2 اللي تحت جذرها 3 زائد 2 أس -2 كأنها 1 فوق، هنشقلب البسط مكان المقام لأنها أس 1 على المقام 1 تحت، وتحت تبقى 2 أس كام؟ 2 أس 2 اللي هي ب4، فاكتب ربع على طول وتحسبها على الآلة الحاسبة وتطلع الناتج. أتمنى تكونوا فهمتوا، أتمنى تكون الوحدة كانت بسيطة ومراجعتها استفدتوا منها. أشوفكم في الوحدات الجاية بإذن الله والفيديوهات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.